كوتشينه ولا ايه؟ هي الفوره من كام؟ فورة انت تلعب كوتشينه اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على ماتش ليفربول ومانشستر سيتي اللي لسه خلصان دلوقتي. الماتش حقيقي انا عرقت وانا بتفرج عليه، بالذات في الشوط الثاني. الماتش كان حماسي قوي. ليفربول مضيع 8 والسيتي في الشوط الاول ضيع مش كتير بصراحة، وفي الشوط الثاني برضو السيتي ما كانش بخطورة الشوط الاولاني، لكن جاب كورتين في العارضه. طبعا في كوره كانت بالايد وهاند والكلام ده كله، لكن الكوره الثانيه يعني ما اعرفش الكور دي ضاعت ازاي، وليفربول ما اعرفش ضيع الكور دي كلها ازاي. بس الماتش كان تحفه، الماتش كان روعه. اي حد ما بيتفرجش على او ما بيشجعش فريق من الفريقين اللي لعبوا دلوقتي السيتي او ليفربول، قعد شرب كوبايه الشاي، عمل الخمسينه بتاعته واتفرج على احلى او من احلى الماتشات في الدوري الانجليزي اعتقد يعني السنه دي. الماتش كان رتمه كان سريع قوي، الماتش كان فيه كور خطيره جدا، بس ما كانش فيه يعني ايه، ما كانش فيه حته اللي هي الجون بقى. اللمسه الاخيره كانت بعافيه قوي في الفرقتين. وطبعا رجوع اخيرا محمد صلاح للملعب يعني، او نزل في اخر تلت ساعه كده، بس ما حسيناش منه بصراحه بالشيء الكبير. بس انت بتتفرج على ماتش سواء من ناحيه ليفربول او من ناحيه السيتي، اي فريق فيهم بيعدي نص ملعب الفريق الثاني هو مفيش دفاع، هو بكورتين بيروح للجون. سواء السيتي لما بيروح على ليفربول بهجمه بتبقى خطيره، او ليفربول لما بيروح للسيتي بهجمه، الاثنين مفيش. جوارديولا كان بيلعب النهارده ب 3-2-4-1. الاثنين اللي هم اللي كانوا قدام المدافعين مفيش خالص. يعني رودري كان عامل اللي عليه وشويه يعني تمام. ستونز كان سيء للغايه، ما كانش بيقفل على جبهه اكانجي خالص، او اكي انا اسف. اكي كان ملط هو اللي ملبسهم ضربه الجزاء اصلا. ما فيش خالص يعني، ما اعرفش ايه اللي حصل خلى ان من السنه اللي فاتت للسنه دي المستوى يبقى عامل كده. هو اصلا بقاله فتره مستواه وحش، والماتش ده بالذات كان كارثي، الا لما محمد صلاح نزل قام اللي هو ايه، لا انا ده ما يعديش مني، انا اي حد يعدي مني الا ده، وعرف يمسكه وعرف يعمل عليه يعني يحجمه شويه وبتاع. هنتكلم طبعا على موضوع ضربتين الجزاء اللي ليفربول دول، الاثنين فيهم كلام كتير، بس انا هقول رايي فيهم بمنتهى الصراحه واللي انا شفته يعني ايه. الماتش زي ما قلنا كان رتمه عالي. السيتي في الاول قدر يخطف بجون بكوره صايعه قوي 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 من اكانجي، اللي هو قعد يسحب ماكاليستر، اعتقد قعد يسحبه يمين 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 بكتفه كده، وماكاليستر عمال يروح معاه وهو سرحان ونونيز سرحان. جون ستونز استغل المساحه الصغيره دي وجري عليها، وطبعا نونيز مفيش خالص، ما فتوكل على الله، انت روح هات جون انا هقعد اتفرج عليك. وقدر يستغل الفرصه دي وجاب جون. وفي اول دقيقه من الشوط الثاني كانجي بيرجع، او اكي بيرجع، نيثان اكي بيرجع الكوره لإيدرسون ورا. طبعا بيرجعها بشويه رعونه، داخل نونيز حاول يدوس فيها، إيدرسون طبعا قام مطيره وطار هو كمان، لان إيدرسون اتصاب وطلع ونزل مكانه. يعني الاورتيجا اللي نزل ده هو عمل اداء احسن من إيدرسون بكتير. فاللي هو ايه، السيتي ما خسرش، انت تحس ان هو لا، هو الحارس الثاني بتاعهم كان عمل اداء احسن اصلا من الحارس الاولاني بتاعهم. فالماتش فيه تفاصيل كتير قوي، تغييرات كل مدرب فيهم عملت الفارق في كل وقت. يعني لما انت اتفرجت على برادلي اللي هو كان عمل ماتش قدام او في الهجوم نوعا ما كان كويس، بس ورا كانت في كوره هي اللي انا خدت بالي منها قوي، الكوره اللي اتلعبت من نص الملعب ناحيه اليمين لبرناردو سيلفا، وكان بيجري وراه دي بروين، فقدامهم يعني مدافع واحد، هو مش هيعرف يعني يقف قدام برناردو سيلفا، يا اما يروح يجيب دي بروين اللي بيجري على يمينه ده. وبرادلي ما فيش حد، هو برادلي هو لاعب بيجري لوحده، دي بروين بيجري لوحده، وبرادلي مش موجود اصلا، يعني الكادر نفسه هو مش موجود فيه، هو ما جريش، هو ما رجعش، وما حدش حتى من نص الملعب قرر ان هو يغطي. فاللي هو لا، هو الكره
يعني برناردو سيلفا قام جايب الكره يمين وحطها لدي بروين شمال، لانه بس ان هو اتصرف فيها غلط. وكان ممكن يشوطها عادي، كان ممكن يلعبها على الارض عادي، كان ممكن يعمل فيها اي حاجه، بس هو قرر ان هو يغرفها غرفه بالراحه كده من فوق الجون، ومحدش كمل فيها ولا حد عمل اي حاجه. فدي اللي بينت لي ان هو لا، برادلي فعلا هو دفاعيا عنده مشاكل كتير، ودفاعيا هو مش هينفع يكمل الماتش بالطريقه دي، والا هتبقى مشكله كبيره يعني هيواجهها ليفربول من الاتجاه ده لو كمان لو دوكو نزل. طبعا دوكو نزل في الشوط الثاني، بس هنتكلم عن القصه دي بعدين. فالمهم ان هو لما عمل التغييره بتاعه محمد صلاح لما نزل مكان سوبوسلاي، و اندرسون نزل مكان برادلي، وجاب جوميز على ناحيه اليمين، واندرسون مين؟ روبرتسون، انا اسف روبرتسون رجع ناحيه الشمال. تحس ان الملعب اتعدل، تحس ان الدنيا اتظبطت، تحس ان بركه رمضان نزلت على ليفربول لما محمد صلاح نزل كده. يعني تحس ان في حاجه اللي هو ايه، ليفربول فوق صح، بس ضيع كميه كور كتير زياده عن اللزوم. والسيتي الناحيه الثانيه لما عمل تبديله ان جون ستونز طلع من الملعب ونزل مكانه كوفازيتش والفاريز، لا انا اسف، مش جون ستونز، لا هو كوفازيتش نزل مكان دي بروين، صح، كوفازيتش نزل مكان دي بروين، وستونز رجع ورا لعب 4-4-2، لان هو أو مش 4-4-2، يعني 4-2-3-1 4-2 صح، لعب 4-2-3-1. برضه الملعب بدا يتظبط من نص الملعب، لان هو رودري لوحده ما كانش قادر عليهم كلهم، لان جون ستونز ما كانش قادر يعمل التغطيه المناسبه ناحيه في الجنب بتاع، او اللي هو الناحيه الشمال من ناحيته، من ناحيه اليمين من ليفربول، ما كانش عارف يعمل التغطيه، وخصوصا بعد محمد صلاح نزل. فجوارديولا لا خاف، قال لك هو اصلا هو من غيره الدنيا عامله كده، فطب لما هينزل بقى كمان هيبقى الدنيا عامله ازاي؟ فقرر ان هو يطلعه وينزل كوفازيتش اللي عمل ماتش كويس جدا لما نزل، ما كانش بالبشاعه اللي كان عليها بصراحه لما كان بيلعب في ماتشات السيتي، ولكن هم برضو ستيل ما اضافوش الشيء الكبير. هو دوكو لما نزل كالعاده، دوكو بينزل يبدع، بينزل يلعب كور باسلوب فردي، اللي هو بيحاول يطلع نص فرصه من اي حاجه. لكن على الناحيه الثانيه ليفربول جات له كور من على اليمين، من على الشمال، كور عاليه، جاب له كور من كل الاتجاهات. اخر كوره اللي ضيعوها برضو دي انا مش عارف هو انت كودي جوكبو انت ما شوطش ليه؟ يعني انت فضلت واقف قعدت تهوش، طب شوط خلاص، شوط بتلعبها لصلاح اللي هو اصلا مدي ظهره للجون، هيعملها هيسندها لحد جاي. طب ما تخلص انت، ما تحطها انت في البعيده، حطها في القريبه، شوط وخلاص ربنا يكرم. ففي كور ضاعت برضو، لويس دياز ضيع كميه كور، في كوره ضاع انفراد دي اللي هو انت عملت ايه؟ الماتش ده انا ما اعرفش ازاي هو ما خلص 1-1، بس كان ماتش ممتع، انا انبسطت، انا قاعد بتفرج على 90 دقيقه كوره. انا كنت لسه بقول لكم والله انا لسه بعرق لحد دلوقتي انا هو لسه عرقان لحد دلوقتي اهو. ماتش كان مرهق جدا، ماتش تحس ان انت قاعد مشدود فيه على طول، بالذات الشوط الثاني اللي الدنيا اتقلبت فيه خالص. طيب الدوري دلوقتي عامل ازاي؟ دلوقتي ليفربول وارسنال هما الاثنين متصدرين، ولكن بفرق طبعا اهداف، وما اعرفش هما بيعملوها بمواجهات مباشره ولا لا. فطبعا ارسنال هو المركز الاول، وطبعا بعد الستات والسبعات والخمسات اللي عمال يجيبهم ارسنال في الماتشات اللي فاتت دي، ما عدا الماتش اللي فات اللي هو كانت لعبه امبارح اللي لسه هتكلم عليه. ففي طبعا فرق جوان ما بين ليفربول وما بين ارسنال، فارسنال هو المتصدر بنفس نقط او بنفس عدد النقط مع ليفربول، والسيتي تحتهم بنقطه واحده. يعني الثلاث فرق دول اللي هيتكعبل وهو معدي كده خلاص، هو كده طلع بره سباق الدوري، والفرقتين التانيين طايرين. فالدوري سخن قوي، الدوري جامد قوي السنه دي، انا مبسوط بيه جدا ان الدنيا حماسيه قوي. سيتي ما بقاش مقفل العداد، الدوري ما قداموش كتير ويخلص، وانت لسه مش عارف مين اللي هيكسب، وكل ماتش كده لو في حاجه، ليفربول يخسر في اخر، بيكسب في الدقيقه 90، مش عارف الماتش مثلا ده يخلص تعادل، فانت تلاقي الجدول اتغير شويه. الدنيا دايما ايه فيها حماسيه كده والدنيا حلوه، فالموضوع نفسه كان كويس قوي. وحتى هم مخلصين الماتش في الاخر ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، وجوارديولا بيسلم على كلوب، حسيت احساس اللي هو عايز يقول له اللي هو انت هتوحشني، انت كنت اللي يعتبر المنافس اللي كان ليا على السنين اللي فاتت دي كلها، انت اللي كنت بتنافسني، مش لاقي حد غيرك يعمل معايا كده الصراحه. ولكن خلينا نشوف السنه الجايه مثلا ممكن ارتيتا يبقى هو المنافس مكان كلوب، لان هو عامل فريق كويس جدا، عامل فريق محترم، عامل منظومه ومرسخ المنظومه دي باللعيبه اللي موجوده فيها. وان شاء الله باذن الله ارسنال تجيب لعيبه ثانيه تسد اماكن برضو عندها مشاكل فيها زي الهجوم، ويبقوا احسن من كده كمان. طيب الماتش خلص خلاص 1-1، وزي ما قلنا واتكلمنا في القصص دي كلها وخلاص.
في حاجه في النص كده انا نسيت اقولها في الاول، يعني كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم ان شاء الله، ينعاد علينا وعليكم بالايام بخير باذن الله. ويعني الشهر ده شهر عباده وشهر صلاه، ومن اشهر اللي احنا كلنا بنبقى مستنيينها عشان ربنا يغفر لنا على الذنوب اللي احنا عملناها طول السنه غصب عننا. مش كل واحد اكيد، يعني احنا كلنا مش ملائكه، كلنا بنغلط، كلنا بنعمل حاجات يعني بيبقى فيها ذنوب وبتاع، فبيبقى كل الواحد بيبقى طالبه من ربنا ساعتها ان هو يغفر له في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. فربنا باذن الله يغفر لي ويغفر للجميع ان شاء الله، ويغفر لامواتنا واموات المسلمين، ويرحم اخواتنا اللي لسه بيتعذبوا. ولازم كل واحد فينا يبقى فاكر ان لحد دلوقتي لسه اخواتنا بيتعذبوا، لسه اخواتنا بيموتوا من الضرب او من الضرب يعني، او خلينا عشان بس مش عايز يحصل اي نوع من انواع الكوبي او مش كوبي رايتس، يعني اي حاجه تتمنع او حاجه، خلينا نتكلم في المستخبي شويه. ولو ما بيموتوش بالطريقه دي فهم للاسف كمان بيموتوا من الجوع، لان الدنيا عندهم يعني اصعب بكتير مما احنا نتصور. كل واحد فينا في الاول وفي الاخر بيروح بيته بينام الدنيا معاه تمام، بس الدنيا في ناس تانية رمضان هيبقى صعب عليها جدا. يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يقويهم ويخسف بعضهم الارض. المهم خلينا بقى نرجع للدوري الانجليزي اللي امبارح ايفرتون خسر من مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد عملوا ماتش محترم، عملوا ماتش كويس. ايفرتون كانوا ملط، يعني هو مش عشان مانشستر يونايتد هو اللي كان جامد قوي على قد ما ايفرتون اللي ما جاتش الماتش. فايفرتون خسرت من مانشستر يونايتد 2-0، او مانشستر يونايتد كسبت 2-0. فيعني الله اعلم، ما تعرفش ممكن الدور اللي اصل هو المركز الرابع لحد دلوقتي لسه حيران كده. ولكن برضه انا شايف ان توتنهام بدا برضه ياخد الخطوات اللي هي ايه اللي كان عاملها في اول الدوري، ان هو بدا على طول بيكسب والدنيا ماشيه معاه كويس يعني. ولسه كسبان الماتش بتاع النهارده مع استون فيلا، كسبوا 3-0 او 4 اعتقد، لا 3 واقف عن 3. فاعتقد الدوري هو سخن من اول 3 واخر 3، لكن اللي في النص كلهم الدنيا ما فيهاش تنافس قوي بصراحه. ليفربول اسمه ده ارسنال امبارح عملوا ماتش مقبول، ماتش كان مقفل قوي قدام برنتفورد. جابوا جون، اترد عليهم بجون من غلطه ساذجه جدا من رامسديل، اللي انا اصلا قعدت اضحك على الماتش ده لما كنت بتفرج عليه، لان ارتيتا كان لسه بيقول قبلها، كان بيقول لازم ساوث جيت لازم ياخده معاه ويعتمد عليه على طول في اليورو الجاي، لان هو حارس جامد ومش عارف ايه. قام الحارس الجامد ده مباصي الكوره في رجل اللعيب ودخلت جول. فقعدت اضحك على الموضوع ده شويه وقلت يعني ده انت ما شاء الله نسيرك باتع، انت ما كملتش الجمله لما لبسوا جول، لما رامسديل لبسكوا جول يعني. بس الجون الاولاني او ارسنال جابوا جونين بالهيد، لان ارسنال بقى متميز في الحته دي قوي. جاب جون بالدماغ او بالهيد من ديكلان رايس، والجون الثاني هافرز بيسجل للماتش الرابع على التوالي. الصفقه الفاشله، الصفقه اللي كلنا كنا بنزف عليها، الصفقه اللي احنا كنا بنقول كلها ان الكلام ده يعني ده جاي ب 70 مليون او 80 مليون، ايه الرقم الهبل ده لعيب ما يدفعش فيه 12 جنيه والدنيا صعبه معاه وبتاع. الراجل ده بيثبت لنا كل ماتش عن الماتش اللي قبليه ان هو لعيب كبير، ان هو لعيب عارف دخل في الترس بتاع ارسنال وركب صح واتظبط على اللعب بتاعهم بالظبط. فللمره الرابعه على التوالي برده كهافرز بيثبت لنا ان احنا غلط، ونتمنى انه يثبت لنا ان احنا غلط على طول، لان انا بصراحه بتمنى كل خير لارسنال، الفريق اللي هو ما حدش كان متوقع انه ممكن يعمل الشيء الكبير السنه دي. او مش ان هو مش شيء كبير، يعني كلنا كنا متخيلين فعلا ان هو ممكن يطلع من الاربعه الاوائل، بس ما حدش يتوقع انه لحد دلوقتي في الدوري في الجوله ال 28 ان هو يبقى الاول. يعني هو منافس قوي قوي على الدوري، ولو حد فيهم تعثر سواء مانشستر سيتي او ليفربول هو ممكن يكسب الدوري عادي. فبالتالي شابوه لارتيتا الصراحه على الاداء اللي بيعمله ده، وهنشوف في اخر الدوري مين اللي هيكسبه في الاخر. طيب خلينا بقى نرجع تاني لماتش مانشستر سيتي وليفربول، ونتكلم على الكورتين اللي هم اخر كورتين في الماتش، اللي هم ضربتين جزاء اللي احنا عايزين بقى نتكلم فيهم. انا مش حكم، انا مجرد واحد بتفرج على الماتشات، ولكن انا شايف ان الكره الاولانيه ممكن يكون فيها كلام شويه، اللي هو جاب رجل صلاح من على ناحيه اليمين، فبالتالي رجل صلاح اتلوت شويه. لو كانت مثلا في الدوري الاسباني كانت ممكن تحسب ضربه جزاء عادي جدا وما فيهاش اي مشاكل ومحدش كان هيعترض، بس في الدوري الانجليزي صعبه شويه. لكن الكوره الاخرانيه اللي هو دوكو دخل في صدر ماك أليستر، لا انا شايف ان دي ما تنفعش، انا شايف ان دي ضربه جزاء 100%. ما فيش حد ممكن يتناقش معايا في فكره ان دي مش ضربه جزاء.
لا الكوره ضربه جزاء ما فيهاش كلام، هو داخل برجله في صدره. يعني اي كوره حد شافها في اي دوري او اي زمن من ازمان الكوره دي هتحسب ضربات جزاء، ضربه جزاء من اصل مثلا 100 كوره زي دي 99 هتحسب ضربه جزاء، ودي الوحيده اللي ما اتحسبتش. الكوره ضربه جزاء مليون في الميه. وتاني الحكام الانجليز لسه برضه مصممين هم والفار ان هم يعملوا قرارات غبيه وقرارات غريبه، انا مش عارف هم بيعملوا كده ليه. ولكن في الاول في الاخر هنعمل ايه؟ ده هم الحكام، هم مستوى الحكام بقى في الدوري الانجليزي والاسباني بقى هم بالطريقه دي. ف يعني ماتش كان مهم قوي ان هو يخلص بنتيجه ايجابيه لصالح اي فريق من الفريقين، وكان في فرصه ان هم يعملوا كده سواء بالاجوان او سواء بضربه جزاء لليفربول، ولكن ما حصلش. اللي حصل بقى يعني خلاص الماتش خلص ومفيش بقى ان ده ان احنا نحكي في المحكي، خلاص الموضوع انتهى. فهارد لك لليفربول، هارد لك لمانشستر سيتي، والف مبروك للارسنال اللي عرف يوصل لصداره الدوري وممكن يكمل، الله اعلم الايام اللي جايه مخبيه لنا ايه، ولكن هنشوف وهنعرف ربنا يعني هنعرف كده، هيلايطوا لنا الدنيا وهنعرف في الاخر ايه مين اللي هيعرف يكسب. واتمنى برده من صميم قلبي للمره العاشره على التوالي بقول لكم انا مش عايز السيتي يكسب الدوري عشان انا زهقت، انا تعبت، انا محتاج اشوف فريق مختلف. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناه وتسيب لي كومنت تقول لي ايه رايك في ماتش السيتي وليفربول، وايه رايك في ماتش ارسنال واداء كاي هافرتس، وانت ايه رايك في ضربه الجزاء بتاعه ليفربول الاخيره، هل هي ضربه جزاء فعلا ولا انا ممكن اكون متحيز عشان بحب السيتي؟ احب اسمع رايك، و سلام.